أنا ست عندي 40 سنة، متجوزة بقالي سنين وعندي بنت عندها 15 سنة. جوزي راجل هادي بطبعه، بس في الفترة الأخيرة كان متغير جدا، ساكت طول الوقت، مش بينام كويس ووش عليه هم مش طبيعي. كنت بسأله مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ يرد بكل هدوء لا مفيش حاجة، كله تمام. بس إحساس الست ما بيغلطش. كنت متأكدة إن في حاجة، لحد يوم السبت قال لي إنه عايز يتكلم معايا، وفجأة عيط. اتصدمت، عمري ما شفته بالشكل ده. عملت له كوباية شاي وقعدت جنبه، قلت له قول يا فلان في إيه؟ بصلي وقال جملة قلبت حياتي: آفة، صاحبة بنتنا بتحاول تقرب لي وبتعاكسني. أنا في اللحظة دي حسيت إن الأرض بتتهز تحت رجلي. ابتدى يحكي، قال إن الموضوع بدأ يوم ما عمل لها تورتة في عيد ميلادها، بعتت له تشكره، وبعدين بعتت صورها بالفستان. هو رد عادي جدا، مجاملة وخلاص. بعدها طلبت منه يبص على عربيتها، وجت فعلا عندنا البيت وهو صلحها. قال إنه وقتها حكالي كل حاجة وما كانش مخبي عليا، بس اللي حصل بعد كده هو الكارثة. قال إنها بعد ما خلص حاولت تقرب منه بطريقة مش كويسة، وهو رفض فورا وقالها تمشي، ودخل البيت وفلت وراه. أنا ساعتها كنت مصدومة، بس لسه مش مقتنعة. مسكت موبايله وفتحته وقريت كل حاجة، رسالة ورا رسالة، كلام جريء مستفز، محاولات تقرب، وهو ولا رد ولا كلمة واحدة. بس أنا كنت غضبانة جدا ومش شايفة غير فكرة واحدة: أكيد هو السبب، أكيد شجعها. وانفجرت فيه، قولت له كلام قاسي جدا، اتهامات، إهانات، حتى شكلت في شكله وقلت إنه وحش ومش ممكن بنت تبصله، وطلبت منه يمشي من البيت. خرجت وأنا مولعة نار. بعد ساعة رجعت، البيت كان هادي بشكل مرعب. ناديته مفيش رد. دخلت الأوضة لقيته قاعد على السرير، بس مش زي ما سيبته، كان مكسور. مش زعلان، لا، مكسور بجد. بصلي وقال بهدوء: أنا استاهل كل كلمة قولتيها، بس والله أنا ما عملتش حاجة غلط. قلبي ساعتها بدأ يهدي، خصوصا لما شفت موبايله جنبه. فتحته تاني وقريت كل حاجة من الأول، والمرة دي شفت الحقيقة بوضوح. آخر رسالة كانت من دقايق: أنا مستنياك تحت البيت. بصيت له بسرعة: هي كانت هنا؟ قال أيوه. نزلت وطردتها وهددتها إني أكلم أهلها ومشيت. وسكت شوية وبعدين قال: كنت خايف أقولك عشان عارف رد فعلك، وفعلا حصل. الكلام دخل في قلبي زي السكينة، لأني فجأة حسيت إني أنا اللي ظلمته. وفجأة موبايله رن، رسالة جديدة. فتحناها، كانت منها، بس المرة دي الرسالة أخطر. أنا قلت لبنتك كل حاجة، وقلت لها إن باباها مش زي ما هي فاكرة. الدنيا لفت بيا، وفي نفس اللحظة سمعنا باب الشقة بيتفتح. بنتنا رجعت، دخلت ووقفت عند الباب، وشها مش مفهوم. بصت لأبوها وقالت جملة واحدة: هي قالت لي كل حاجة، بس أنا عايزة أسمع منك أنت. وسكتت، واللحظة دي كانت أصعب من كل اللي فات.